أحث نفسي وإخواني جميعا ومن يسمع أن علينا واجبا عظيما تجاه ديننا وتجاه عقيدتنا وشريعة الإسلام التي امتن الله عز وجل بها علينا. نحمد الله على سهولتها ويسرها وما جعل عليكم في الدين من حرج. تعتقد الاعتقاد الصحيح يزيدك الله من فضله وينشرح صدرك وتطمئن نفسك ولا يحصل عليك شيء من الضيق، بل بالعكس. الإنسان الذي لا يعتقد الاعتقاد الصحيح ويأتي إلى نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل أو التعلق بغير الله، تجد هذا الإنسان في ضيق وفي حرج وفي مشقة وفي وساوس وهم وكدر. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الاعتقاد الصحيح. ولذا ينبغي علينا أن نحذر ما يضاد هذه العقيدة الصحيحة من الشرك بالله عز وجل الذي حذرنا الله منه في كتابه وحذرنا منه رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك خطير يا إخوة، ولا ييأس الشيطان منك أن تشرك بالله، يجاهد فيك ليلا ونهارا، لأن الشيطان يعلم أن الإنسان إذا أشرك بالله حبطت أعماله. يتركه يصلي ويصوم ويذكر الله لأنه يعلم أن الأساس فقد، أساس قبول الأعمال وهو العقيدة الصحيحة. فإذا فقدت العقيدة الصحيحة وأشرك بالله شركا أكبر خرج من ملة الإسلام، تركه الشيطان وأعماله، لأنه يعلم أن الله لا يقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عن الكفار المشركين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شرك أكبر مخرج من الملة كعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور، كالذبح للموتى رجاء نفعهم أو دفع ضر منهم، أو اعتقاد البركة فيهم وأنهم ينفعون ويضرون دون الله عز وجل. فهؤلاء الذين يذهبون إلى القبور يعتقدون فيهم بضر أو نفع قد أشركوا بالله عز وجل. وليحذر المرء أن يذهب إلى السحرة والكهنة حتى ولو كان على سبيل العلاج، لأنه وجد من وجد من الناس الذين أضلوا أقواما من المرضى أفتوهم بجواز الذهاب إلى السحرة بحجة العلاج، وأنه لا يريد أن يضر أحد، إنما يريد أن ينفع نفسه، وهؤلاء قد ظلموا أنفسهم. المفتي بذلك ظلم نفسه، والمستفتي والذاهب إلى السحرة قد ظلم نفسه، وأتى ساحرا وكاهنا ادعى علم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذهاب للسحرة أمر خطير، وبعضهم يدجل على الناس ويقول صاحب طب عربي أو شعبي، ومعه الطلاسم والشعوذة، يتمتم بكلمات لا تفهم، وربما يوسوس لك ويزين لك ويقول أنا أعالجك بنصوص الكتاب والسنة، وهو يكذب في ذلك. هو يستخدم الشياطين ويدعي علم الغيب ويأمرك بالذبح والنذر لغير الله إلى غير ذلك من الوسائل التي تدل على أن هؤلاء السحرة ادعوا أشياء لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. فينبغي الحذر من الشرك بالله بكل أنواعه وصوره. يا إخوة، خرج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ذات مرة على أصحابه وهم يتحدثون فتنة المسيح الدجال. تذاكرون هذه الفتنة العظيمة
ما المخرج منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ترك فتنة الدجال هي فتنة عظيمة، وقد حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام منها، لكن بين لهم خطورة الشرك، أن الشرك الأصغر أعظم خطرا من فتنة المسيح الدجال. كمن يحلف بغير الله أو يرائي بعمله لأجل أن يقال بأن هذا رجل فيه خير أو مصلي أو ذاكر لله أو ما شكل ذلك، أو يقول لولا فلان اليوم لحصل علينا كذا وكذا، ويسند النعمة لغير الله تبارك وتعالى. كل ذلك يا إخوة من أنواع الشرك الأصغر. ينبغي الحذر من الشرك كله، وأعظم وسيلة بعد توفيق الله تكون سببا للحذر من الشرك أن ندعو الله عز وجل بأن يجنبنا الشرك وطرقه. إبراهيم الخليل عليه السلام دعا ربه أن يجنبه الشرك، فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو خليل الرحمن، حطم الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، ولكن خاف من ذلك تحذيرا للأمة من هذه الأنواع من الشرك حتى لا يقعوا فيها. فيجب أن نحذر الشرك وأن نتعلمه حتى لا نقع فيه. نتعلمه على أيدي العلماء، علماء الكتاب والسنة السائرين على منهج السلف الصالح، كثرهم الله، ونحمد الله عز وجل أنهم كثر في بلادنا، زادهم الله كثرة وتوفيقا وسدادا.